حبيبي، اصحى يا حبيبي، ماما هتتأخر على الانترفيو. هتأخر؟ يا ماما انا اتأخرت يا ماما، انت ازاي سايباني نايم كل ده؟ ازاي؟ هو انا مالي يا واد؟ انت هتطلع زهقك عليا؟ هو المنبه الزفت ده ازاي مرنش؟ انا ظابطه قبل ما انام. بدأت تسأل أسئلة منطقية اهو. مرنش؟ عشان ده تليفون حقير. حقير ازاي يعني يا ماما؟ ده ايفون حقير، ما اختلفناش. ده لسه جديد، انا شايفه من شهر. ما يليقش بيك، انت مقامك اكبر من كده. ده ترميه لماما وتجيب لك انت عده 6600 حلوه كده. عده؟ لا شكرا يا ماما، انا عاجبني الايفون الحقير ده. يا ابني ده مش من مقامك. يا ستي انا راجل واطي وعارف نفسي. بقول لك ايه يا حماده، تعرف نيوتن؟ اسمع عنه ليه يعني؟ اكتشف الجاذبيه ازاي؟ لما وقعت عليه التفاحه. فكرت قبل كده عمل ايه بالتفاحه دي بعد ما خلص تجاربه؟ لا والله يا ماما، ما جاليش الاوفر ثينكينج ده قبل كده. لو رجعت الكتب تاريخ الفيزياء. تاريخ ايه يا بركه؟ تاريخ الفيزياء ده كتاب بيبقى نصه تاريخ والنص التاني فيزياء. اسأل في سمير وعلي بدل الجهل اللي انت فيه. سمير وعلي؟ ماشي. ماله بقى كتاب تاريخ الفيزياء؟ مكتوب فيه ان نيوتن بعد ما خلص تجربته غسل التفاحة واداها لمامته. ايوه، ايه المطلوب برضه؟ مش فاهم. تفاحة الايفون بتاعتك بقى ولا تفاحة نيوتن اللي غيرت العالم؟ يا ماما لو الحوار في التفاح انا انزل اجيب لك احلى 2 كيلو تفاحة امريكاني. لا انا عايزة التفاحة اللي في ايدك دي. ولا هي ام نيوتن احسن مني؟ لا يا ماما، مفيش ام احسن منك طبعا. ولا عايزة ام نيوتن تعايرني؟ تعايرك؟ تعايرك ايه بس يا ماما؟ تعايرك ايه بس؟ هو انت يعني كنت شفتيها قبل كده ولا هي يعني كانت صاحبتك؟ يا ماما دي متهيألي ماتت من 30,000 سنة ولا حاجة، دي من بداية الخليقة. يلا بقى خليك شاطر واديه لماما، اكسب لك دعوتين على الصبح هتحتاجهم. لا والله يا ماما شكرا جدا والله، ميرسي دعواتك والله، لان حضرتك طول عمرك بتدعيلي ودعواتك جايه معايا بالعكس. ما انت مش فاهم ليه بقى؟ ليه بقى يا ست الحبايب؟ هي بركه لو فتحت كتاب اصول الدعاء. كتاب ايه؟ اصول الدعاء يا واد، كتاب نص اصول ونص تاني دعاء. لا حول ولا قوه الا بالله، امري الى الله، امري الى الله. ماله يا ماما كتاب اصول الدعاء ماله؟ افتح بقى صفحة دعاء الأم بعد دعاء المظلوم على طول. مالها يا ماما دعوة الأم؟ مالها؟ مكتوب فيها إن دعوة الأم لو مش من القلب بتدي تأثير عكسي. لا والله. طب وانت ما تدعيش من قلبك ليه يا ماما؟ ايه شغل الكرواتة ده؟ امال فين بقى الأمومة يعني ونشتري بضمير؟ أدعي من قلبي؟ قلبي اللي انت طول عمرك بتكسره؟ أنا اللي أعرفه يا ماما إن أي جسم صلب في الدنيا بيتكسر مرة واحدة. قلبك ده نوع إيه عشان أفضل طول عمري أكسره؟ ما أنت لو قريت كتاب قلبي على ولد انفطر وقلب ولدي علي حجر كنت فهمت. قلبي إيه؟ هو الكتاب اسمه كده عشان نصه انفطر ونص التاني حجر. ماشي. فاكر يا حمادة يوم ما رحت تتقدم للبنت اللي كنت بتحبها؟ هو ده يوم يتنسي؟ الناس كانوا طايرين بيا طير وكنت رايحة أقرا فاتحة وأخلص. مش انت يومها ما رضيتش تجدد لي باقة نتفليكس؟ حصل. بس مهما كان انت برضه ابني حبيبي، ما تهونش عليا، ودعيت لك يومها ربنا يتمم لك بخير. فاكر انا يا ماما، فاكر اليوم ده. ابو العروسه بقى يومها طردني من البيت من غير سبب، من غير ما اعمل له حاجه. لا ورمى الجاتوه بتاعي الكلب. شفت يعني ايه بقى؟ طب فاكر يا حماده يا حبيبي لو ما رضيتش تاكلني ايس كريم في كويدر وقلت لي السكر عندك عالي؟ فاكر انا بقى يومها قلت ابني حبيبي وخايف على صحتي ودعيت لك ربنا يكرمك. هو مرتب الشهر كله اتنشر مني في نفس اليوم. برافو، اديك بدأت تجمع اهو. بدأت اجمع يا بركة. في بقى كتاب يا حماده اسمه ايه؟ اسمه اكسب رضايا وكل عيش على قفايا. وده طبعا نص رضايا ونص تاني قفايا. لا العكس، النص الاولاني قفايا والنص التاني رضايا. مش مشكلة، مش فارقة. ماله ده يعني؟ ده بقى بيقولك خلي دعوة امك تخرج من قلبها احسن لك يا حمادة. الكتاب بيقول يا حمادة؟ والله انا هكدب يعني في السن ده؟ مش معقول طبعا. روح يا حمادة يا ابني، إله بتعمل في الوظيفة الجديدة.
لا وعلى ايه؟ الايفون بقى بتاعك يا حاجة. يا ست الحبايب يا بركة. روح يا ابني، الهي يبارك لك في الكريدت كارد بتاعتك وما تكونش سبب في دخولك السجن. الفيزا عندك في الدرج يا ماما، خديها، والباسورد 5 خمسات. ويبارك لك يا ابني في النضارة الشمس بتاعتك، دي الماركة اللي بالشيء الفلاني. يا ماما دي رجالي. هو ما تبقاش شبه طه حسين وانت لابسها، ها؟ وخلي بالك طه حسين. لا والله ما انا لابسها تاني، بتاعتك يا قادرة. يا بركة، خديها يا اما، برضو عندك في الدرج. ماشي يا حبيبي. الحقنا بقى الانترفيو. يا حبيبي طبعا، ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة. حاضر يا ماما، هجيب لك سلامة بتاع العيش وانا جاي من بره. حاضر. لا يا حبيبي، الدعوة دي فور فري، ربنا يكفيك شر الحوادث يا رب ويبارك لك في عربيتك. ها؟ شكرا يا ماما، شكرا. في كتاب اسمه سؤال مهلك سوء بكرة الدنيا تروق، ها؟ واخد لي بالك؟ مفاتيح العربية اهي يا ست الحبايب، وانا هاخد اوبر دعوتين كمان وهنزل الانترفيو ملط. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي، ابني ضنايا ما يعزش عني حاجة ابدا.